السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل كشري مصري. طبعا الكشري المصري ده ناس كتير بتعشقه وبتكسل تعمله في البيت علشان خاطر الحلال بتاعته كتير، فانا جيت لكم النهاردة بطريقة حلوة جدا 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 وهتوفر لكم الحلال الكتيرة اللي احنا بنكسل نعملها عشانها. هنعمل مقادير الحلة الواحدة. تمام، نشوف بقى المقادير بتاعتنا. معايا عدس بجبه، طبعا انا جايبه هنا ربع كيلو ونقعته بقالي ساعتين علشان خاطر ما ينفعش ان انا اعمله مع المقادير التانية لانه هيعجن معايا لو ان انا سويته لوحده. هنا معايا صلصه، طبعا هنا الصلصه بيضه شويه، فانا وانا بسويها وانا هعملها هحط لها معلقتين صلصه. هنا معايا خل، معايا كزبره ناشفه، معايا كمون، ملح، معايا هنا توم. التوم طبعا ده انا فرمه فصين توم، فرمه راسين مش فصين، فرمه راسين توم عشان خاطر طبعا الاكله دي كلها قايمه على التوم لوحده. تمام. معانا هنا 3 بصلات. طبعا البصل في ناس كتير ما بتعرفش تعمله، انا لا هحتاج نشا ولا هعمله بدقيق ولا هعمله اي حاجه عشان خاطر ان هو يطلع مقرمش وحلو. هوريكم الطريقه دلوقتي بتاعه البصل. معايا هنا كوبايه مكرونه اللي هي الصغيره، الحبه الصغيره، وهنا كوبايه شعريه، ومعايا هنا طبعا مكرونه سباكيتي. تعالوا مع بعض نشوف يلا البصل هنعمله ازاي. انا هنا البصل علشان يطلع مقرمش فطبعا جبت مكنه البطاطس اللي هي بتعمل شيبسي حلوه جدا، فانا طبعا هبشرها بيها فهتطلعها مقرمشه وناشفه وجميله. تعالوا نشوف مع بعض. هنا هجيبها وهعملها. شايفين هنا معايا البصلايه عامله ازاي، رفيعه جدا، فاحنا لما نقليها في الزيت طبعا، والبصل بيحب الزيت الكتير زي البطاطس بالظبط، يعني احنا هنكتر الزيت علشان خاطر البصلايه تطلع مقرمشه وحلوه، ولا هنحتاج بقى نشا ولا هنحتاج دقيق ولا هننقعها في ميه كتير او خل عشان خاطر تقرمش وكده. لا، دي الطريقه اللي هتطلعها مقرمشه، ولو قعدت معاكي يوم ولا 2 ولا اسبوع هتفضل زي ما هي وعمرها ما هتضرب. انا هنا حطيت البصل في الزيت وشايفين الزيت كتير ازاي. شايفين البصلايه رفيعه جدا، ده سر قرمشه البصل. والزيت لازم يكون كتير كتير مغطي البصل عشان خاطر ان هو يقرمش. طبعا هنقعد نقلب فيه كده على طول علشان ما يجيش مثلا واحده من الجناب هنا تتحمر وفي النص ما يتحمرش، انا عايزه كله يبقى متحمر زي بعض. بدأ ياخد معانا اللون الذهبي، طبعا احنا هنطلعه قبل ما يغمق، لان لو غمق عن كده انت لما بتطلعيه من الزيت بيغمق كمان، فهو هنطلعه هو لونه ذهبي كده، وطبعا لما يطلع بعديها بشويه هيغمق. انا هنا طلعته على ورق المناديل، هسيبه يبرد، على ما يبرد هينشف وهيبقى حلو، هو لسه طري دلوقتي، فلما يبرد هيبقى ناشف وحلو وهيغمق سيكه. هو كده مش غامق، يعني هي بس الاضاءه اللي مغمقاه كمان. انا هنا طبعا مش هرمي الزيت بتاع البصل، هعمل بيه كل اللي هيجي بقى بعد كده، هعمل بيه المكرونه والشعريه وكل اللي هيبقى محطوط في الحله هنا، وهعمل بيه طبعا الصلصه. هنا
طبعا نزل فيه فرافيت البصل، لا طبعا هيبقى طعمه تحفه لان هيديه طعم. هحط الشعريه، طبعا الشعريه لازقه في الطبق لان انا كنت ناسفه الطبق. احمر الشعريه ولما تقرب تتحمر يبقى لونها ذهبي احط الرز عليه. ارجع لكم تاني. انا هنا حطيت الرز على الشعريه، وهجيب العدس واحطه عليه. حطيت العدس على الرز والشعريه. المكرونه صغيره، واديهم تشويحه مع بعض كمان. المقادير هنا انا ممكن اكون نسيتها في الاول. كوبايه شعريه، او ممكن اكون قلتها بس هقولها تاني. كوبايه شعريه وكوبايتين رز وكوبايه مكرونه اللي هي الصغيره. هنجيب المكرونه الاسباجيتي. انا هنا هقسمهم تلات اجزاء. وهقلبهم، بس هقلبهم بالراحه علشان انا مش عايزه حاجه تتكسر. هحط عليهم ميه سخنه، بلاش الميه اللي من الحنفيه علشان احنا لو حطينا الميه اللي من الحنفيه كل ده هيعجن. طبعا كميه الميه تبقى مناسبه. انا حطيت الميه تغلي في الكتل. شوف يا دوبك الميه تبقى مغطيه الرز والمكرونه. هنحط ملح وفلفل، ملح وكمون. هنحط ملح وكمون. هنا معلقه صغيره، معلقتين صغيرين ملح. الكشري بيحب الكمون جدا. معلقه صغيره كمون. خلي النار في اول 5 دقايق كده، هسيبها عاليه وبعد كده هبدا اغطيها. لحد ما يبدا يتشرب. اوطي النار. انا هنا بدا يتشرب معايا، هوطي النار بقى ولما يخلص نبقى نشوف. انا هنا هعمل ايه في التقليه او في الصلصه. انا هنا هاخد توم وهعمل عجينه بالثوم والكمون والكزبره الناشفه. انا هنا خدت نص اللي كانوا في الطبق هنا، حطيتهم هنا، وهحط عليهم دلوقتي معلقه كمون او معلقتين كمون. بحب الكمون جدا طبعا الكشري. ادي معلقه وادي واحده كمان، وهحط كزبره ناشفه
يا دوبك معلقه كزبره ناشفه، وهقلب كل دول مع بعض. احنا نقيد النار الاول على هناخد الزيت بتاع البصل. طبعا برضو الصلصه بتاعه المكرونه بتحب الزيت الكتير. انا هنا عملت العجينه بتاعه الثوم. الطريقه دي تحفه 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 تحفه. جربيها وهتعجبك جدا، وهتبقى احسن من طريقه المحلات كمان. انا هنا عملت العجينه بتاعه الثوم، وطبعا مش هناخد العجينه دي كلها، نحطها طبعا في الزيت. انا هنا مش عايزه الزيت يقدح او ان هو يسخن قوي، علشان خاطر انتوا عارفين ان الثوم بينزل يتحمر على طول. انا هاخد هنا نص الكميه. الكميه التانية هنشوف هنعمل باقي دلوقتي. شايفين بدأت تغلي ازاي؟ الله على الريحة، الله، تحفة، احسن 100 مرة من المحلات، وكمان مضمونة، وعارفة انت عاملاها ازاي وحاطة ايه. هنجيب حبة خل. طبعا ما نحطش الخل دلوقتي طول ما التومه لسه ما اتحمرتش. عملت لون، هنحط حبه خل يعني قد معلقه كده. انا عايزه احط حبه كمان. شايفين العظمه اللي بتحصل. وانا قلت لكم في اول الفيديو ان انا هحط معلقتين صلصه، علشان الصلصه هنا بيضه مش حمرا. حط معلقتين صلصه كبار. انا مش هحط دلوقتي لا ملح ولا فلفل. هقلبها كويس. هغطي عليها عشان تتسبك براحتها. احنا هنا هنعمل الدقة لحد ما الصلصة تتسبك. هناخد باقي الثوم، ملح معلقة حلوة كده، كمون معلقتين كمون عشان خاطر الدقة بتحب الكمون، كزبرة معلقة واحدة كفاية، وحبة خل، قد معلقتين كبار كده.
3 معالق قد ربع كوبايه خل مثلا. وهعصر ليمون. انا هنا عصرت ليمونه كبيره. اقلب 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 اقلب. طبعا كده الدقه هتبقى مركزه. هنجيب حبه ميه، حطوا يعني كوبايه ميه. هنحط كوبايه الميه على الدقه. وبكده الدقه بتاعتنا تكون جاهزه. انا هنا البصلايه نشفت وبقت مقرمشه وجميله. شايفين جمالها. طبعا شربت الزيت، المناديل شربت الزيت. شايفين كميه الزيت قد ايه. هنطلعها ونحطها في طبق. تعالوا نشوف الصلصه. ما شاء الله، شايفين كده الصلصه بتاعتنا اتسبكت وتقلت. انا هنا قبل ما افتح حطيت ملح، معلقه ونص ملح، وحطيت معلقه فلفل اسود. طبعا انا ما حطيتش لا كمون ولا كزبره، لان احنا اصلا ناسيين في الخلطه الاولانيه كنا حاطين كمون وكزبره في الزيت مع الثوم طبعا. طيب فاكرين بقى، انا هنا كنت خدت نص دول وقلت النص التاني هسيبهم. تمام، النص التاني هنا حطهم هنا وهم نيين كده. هنا خلاص شايفين الزيت طالع على الوش ازاي. هنا خلاص الصلصه اتسبكت. هنقفل عليها بقى. برضو ونغطي ونعمل الشطه الحراقه جدا 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 بتاعه المحلات. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. يلا بينا نعمل الشطه. هحط هنا برضو حبه زيت، وبرضو حبه حلوين يعني، ان الشطه بتحب الزيت. عموما الكشري المصري كله بيحب، كله زيت كله زيت. يعني اللي بيعمل رجيم ما ينفعلوش خالص. تمام. احط حبه شطه كده، ان طبعا ما نسيبش الزيت يغلي كتير علشان خاطر ما يتحرقش مننا. وهجيب مضرب وهجيب حبة خل عليه برضو. ريحتها بدأت تطلع وهعطس. طبعا نسيبها لحد ما تبدأ تشوف. بدأت تغلي معانا. هنحط لها حبة خل وهنحط صلصة بقى. يعني هنحط ايه، كبشة صلصة حلوة كده. نقلب نشوف محتاجة تاني ولا مش محتاجة. محتاجة نحط حاجة بسيطة بس خلاص. الشطة بتاعتنا الحامية
جدا. بس شايفين هي دي الصلصه اللي هي الشطه اللي هي بره بتبقى ايه، الزيت عايم فوق كده، الزيت كتير كده، زيت الشطه. هنحطه في طبق. دي الشطه اللي احنا عملناها اللي هي زي بتاعه المحلات، شايفين عباره عن زيت وشطه نار. تعالوا نشوف بقى الرز بقى والمكرونه والشعريه. شوف ما شاء الله مش معجنه وكله مستوي زي بعضه. شايفين مش معجن. انا عماله اقلب واوقع، يلا مش مشكله. وبكده نكون خلصنا الكشري بتاعنا، وبألف هنا عليكم كلكم يا رب. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان تتابعوا كل جديد انا هنزله. واتشرفت بيكم كلكم جميعا.